باعدري الموقع الجميل. تعتبر قرية باعدري واحدة من أهم المدن اليزيدية، حيث يتواجد فيها المقر الرئيسي لأمراء اليزيدية المعروفون بأمراء الشيخان. وتبعد قرية باعدرة عن قضاء الشيخان حوالي 6 كيلومتر، وتقع إلى الجنوب من محافظة دهوك. أعزائي مشاهدي قناة عشتار الفضائية، ابقوا معنا وجولة في قرية باعدرة وبرنامج نافذة يزيدية. رغم قساوة الطقس وبرودة الأجواء وسقوط الأمطار الغزيرة في يوم شتوي كهذا، إلا أنها لم تثني عزيمة فريق برنامج نافذة إيزيدية من أن يواصل عمله ويعد حلقة عن قرية باعدري. ولكل مدينة قصة تحكي تاريخها وما مرت بها من أحداث ووقائع بقيت عالقة في الذاكرة الإنسانية، تروي ما حدث في ذلك الزمن الغابر. ولقرية باعدري قصة تحكيها للأجيال، تروي مآثرها ومواقفها وتخلدها الأجيال تلو الأخرى، لتبقى سجلا مفتوحا مسطرا بصفحات من نور وبخطوط من ذهب، وتاريخ حافل بالأحداث والمحطات الكثيرة التي يستوجب الوقوف أمامها، وقوافل عديدة مرت منها، بعضها لسلاطين وأمراء وملوك ورؤساء وقفوا في موضع باعدري وأكلوا من زادها وشربوا من مائها وتمرغوا بترابها، فشكلوا جزءا متكاملا من تاريخها وتراثها، أما في غارة عليها أو في ضيافة لديها أو لتبليغ فرمان ضدها. باعدرة بمرور التاريخ كانت عاصمة اليزيدية في كل أنحاء العالم، بها الإمارات اليزيدية صارت. ومن الناحية التاريخية القديمة باعدرة جاية من كلمتين بهدرة باللغة الآرامية القديمة معناها بيت المعونة. يبدو كانوا يجمعون الخيرات والمساعدات، العالم كانت فقيرة في قديم الزمان، يجمعون الخيرات وفي باعدرة يوزعوها على الناس المحتاجين والفقراء. وباعدرة هسه من الناحية الاجتماعية هي ناحية تابعة لقضاء الشيخان. بدأت باعدرة منذ بداية التركيبة الاجتماعية للاستيطان اليزيدي. أنا أقدر أقول لك هاي من 3 عوائل رئيسية بدأت. بيت المير اللي هي أرقى طبقة دينية ودنيوية بين الديانات اليزيدية، والجانب الثاني عائلة البير اللي كانوا موجودين قدم تاريخ باعدرة موجودين باعدرة، وعائلة بيت القوال هم أصلهم من باعدرة. بدأت من هاي التركيبة الاجتماعية، قرية باعدرة بدأت من هاي 3 عوائل. بمرور الزمن ونظرا للظروف المعيشية للقرى اليزيدية اللي تحاور قرية باعدرة، بدأ الأهل اللي وراء باعدرة يعني خارجين نطاق باعدرة يستوطنون بقرية باعدرة، يعني بدأت الكثافة السكانية تتكاثر بها. باعدري مركز ناحية في قضاء الشيخان، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة الموصل بمسافة تقدر بحوالي 50 كيلومتر، وإلى الشرق من مدينة دهوك بمسافة تبلغ 32 كيلومتر. أما حدودها الإدارية فتحدد بالسلسلة الجبلية الممتدة في الشمال الشرقي منها، والمسمى بسلسلة جبل سمروت، البالغ ارتفاعه 756 متر. أما من جهة الغرب فإن حدودها تتحاذى مع الحدود الإدارية لناحية القوش. ويبلغ عدد سكانها حسب الإحصائيات الرسمية لعام 2008 13,778 شخصا، وفيها واد فيه مياه عذبة تسقى بساتينها ومزارعها، وسكانهم هم خليط من العشائر الإيزيدية. وجاء ذكر باعدري في كتاب أصول أسماء المدن والمواقع العراقية لجمال بابان، حيث قال: تسمى باعذرة وباعدري بالكردية، نفوسها 760 نسمة، وهي من قرى قضاء الشيخان، وتقع على مسافة 10 كيلومترات من عين سفنة. ويقول البعض إن اسمها آرامي يعني بيت العماد والعون والمساعدة.
وكانت قرية مشهورة في تاريخ النساطرة الكلدانيين، وهي الآن من أهم المراكز الإيزيدية وفيها مقر رئيسهم. من الناحية الأخرى عراقة باعضرة تعود إلى آثار موجودة في منطقة باعضرة، وهي آثار نسميها ناوسكا، حافرين بالحجر. ترجع هاي الآثار إلى تاريخ المثرائية. المثرائية اللي هي أقدم ديانة في الشرق الأوسط في منطقة ميزوبوتاميا، معناها كانوا يقدسون الإله مثرى اللي هو رمز الشمس، والشمس لا يزال هو مقدس عند اليزيدية كما يعلم الجميع، والشمس نتجه إلى الشمس في كقبلة للدعاء وللصلاة مال اليزيدية. فالتركيبة الاجتماعية تغيرت، لأن قبل كانت بعضرة الكل يعرف الثاني، ماكو واحد غريب. أطلع من بيتي ألقي لي واحد قدامي، يا ابن خال يا ابن عم يا قرايب. الغريب ما تشوفه ببعضرة. العشائر الموجودة ببعضرة هسه، يعني احنا قلنا قبل كانوا 3 عوائل متعارفين ومتكافئين وبنفس الشغله، اللي شغلهم العادي يكون الفلاحه. انت تعرف شلون الوضع الاجتماعي، وقبل وهم من هسه همين. لباعدرة شخصيات كثيرة تركت بصماتها على تاريخ القرية والمنطقة كلها، وبرز منها الرجال الشجعان من أمثال علي بيك الكبير الذي ما زال شلال قلي علي بيك ينطق باسمه. وفي السياسة والإدارة برزت الشخصية ميان خاتون بنت عبدي بيك، التي استطاعت أن تدير شؤون إمارة الإيزيدية ردحا من الزمن وبحنكة ودراية عالية، فسجلت لنفسها اسما لامعا في عالم السياسة. وما زال حفيدها الشيخ الأمير تحسين ابن سعيد بيك يسير على خطاها. والعالم الديني فقير حجي. وفي العصر الحديث برز اسم المناضل والبيشمركة الشهيد محمود الإيزيدي والبيشمركة الشهيد أرجان ماري، وأول معلم إيزيدي المرحوم عبد الكريم إسماعيل بيك. وفي الأدب برز الكاتب والأديب المرحوم سعيد تحسين بيك وزيد باعدرة وبدل الفقير حجي وفائز الحراقي. وفي الفن التشكيلي الفنان كمال الحراقي. وفي الموسيقى عادل عبو وصباح عتو والأخوان رائد وعبو. من الشخصيات البارزة اللي لها أثر بالتاريخ طبعا مير جعفر الداسني، هم كان قريب على منطقة باعضرة. ومن الشخصيات البارزة محمود اليزيدي اللي كان قائد كردي، بطل ثورة جولان الكردية، ولا زال التاريخ يشهد باسمه بطولاته. بصراحة كان قائد أسطوري، يعني يحكون عنه أنه كان يسوي عمليات أسطورية تقريبا بالمنطقة. وهو بيته موجودين بعضرة، وابنه اللي هو اسمه محمود الآن بالقيادة الكردية. وشخصيات أخرى علي جوقي هم كان من الشخصيات البارزة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يزال أبنائه موجودين بعضرة والناس تفتخر بهم. وأيضا يزدي ميرزا اللي كان لا زال أبنائه عايشين بعضرة، كان من الأبطال اليزيدية اللي راح لنصرة بغداد وكسر الطوق على بغداد، وبالرغم من أنه كان أمير، هو أمير ولاية الموصل في وقتها، وعنده نصب تذكاري هسه بعشيقة وبحزاني. واليزيدية تفتخر بهاي الشخصيات اللي دافعت وناضلت من أجل الدفاع عن اليزيدية وعن معتقداتهم على المنطقة. من هذه الأسماء من الواجب ذكرهم رحمه الله خيري بك، كان له الدور الأساسي في أن تبقى بعضرة منطقة آمنة ومنطقة مستقرة ومكون أساسي للديانة اليزيدية. أيضا أستطيع أن أمرر بعض الذكر على بعض القادة الذين كانوا لهم دور أساسي في أن تكون بعضرة تحت دائرة الضوء في الكثير من المسائل. من حتى لا أكون محيزا، والدي الله يرحمه كان له دور أساسي في علي جوقي. أعتقد أي إنسان يرد بالذكر عليه قد يكون له نجم ساطع في المجال السياسي الذي أدى إلى تطور وازدهار السياسة الكردية في بعضرة وفي المجتمع. هو أيضا وتحسين بك حاليا ينتمي إلى بعضرة لكونه أمير الطائفة اليزيدية، وبعضرة بتكوينها الاجتماعي هي عاصمة الديانة اليزيدية. برزت في التسعينات، ومن هذا في التسعينات عدة كتاب أمثال خلات الياس بعدري، أمثال فهمي حسن عمر، أمثال قهدار علي جوقي، شيردل سمو،
أمثال عندنا شاعر هم من سنجار بشارخته له دواوين 2، كذلك عزيز شامو هم له إصدار، وهناك عدة كتاب ما نقدر. كذلك هم لا ننسى المرحوم سعيد تحسين كان له 3 دواوين هم كان من أهل بعضرة. والجانب الثقافي أيضا المرأة اليزيدية هم لها إصدارات وتكتب عن المعاناة، كذلك مثل ميان خيريبك تكتب عن المرأة، كذلك فتاة أخرى اسمها عتلان هم كانت لها عدة كتابات عن المرأة اليزيدية، وتريد توصل من كتاباتها توصل عن ظلم والمرأة توصل صوتها للمجتمع. ويذكر جورج حبيب في كتابه الإيزيدية بقايا دين قديم أن تسمية باعذرة جاءت من إله العون إيزيدا، كما في المعتقد المثرائي الذي كانوا يعتنقونه سكان المنطقة، وكما جاء ذكرها أيضا في كتاب فتوح البلدان للبلاذري، وذكرها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، إلا أنها اشتهرت بكونها قرية أمراء الإيزيدية، حيث تميزت بوجود زعامات قبلية كردية مستقلة ذاتية كانت تحكم في قلاع حصينة وحصون مسورة، بالإضافة إلى تكوين المنطقة الجبلية الوعرة وصعوبة المسالك فيها، وتسمى في لهجة أهل المنطقة بباعذرة أو باعذرة. وتمتاز بوجود عدة مواقع أثرية وطبيعية ما زالت شاخصة للعيان، ومنها تل باعذر الأثري وقصر الإمارة وموقع كرزلال. تم بناء هذا القصر عام 1319 من قبل اليزيدية، وهذا القصر تعتبر المكان الرئيسي للإمارة اليزيدية في كل العالم، حيث كان اليزيديون يتوافدون إلى هذه القصر لحل مشاكلهم وإداء طقوسهم الدينية وإعطاء التوجيهات من قبل الأمير لأبناء الطائفة اليزيدية. فهذا القصر هناك منطقة موجودة هنا في هذه المنطقة يسمى خزينة الرحمن، والتي تعتبر مكانا مقدسا بالنسبة لليزيدية، حيث كانوا يخزنون فيها تماثيل الطاووس السبعة في هذا المنطقة. وكان القوالين يسافرون من هذه المنطقة إلى مناطق عدة في اليزيدية، منها طاووس سنجار وطاووس المنطقة طاووس مرقة وطاووس جورجيا روسيا وطاووس تركيا، فكان يتواجدون هنا ويسافرون إلى تلك المناطق لإداء الطقوس الدينية. وقصر علي بيك واحد من أبرز المعالم الأثرية في باعذرة، وهو شاخص لحد الآن ويجذب نظر كل من يزور هذه القرية. شيد هذا القصر حسب بعض الروايات عام 1919، وكان دارا عامرة يقصده زوار الأمير وكل من يأتي لهذه القرية من أجل قضاء حاجة أو حل مشكلة، وفيه كانت تتجمع عشائر الإيزيدية للمشاورة والاجتماع وحل مشاكلهم وممارسة طقوسهم الدينية والاجتماعية، وتوارثه العديد من أمراء الإيزيدية وسكنوا فيه. ويذكر التاريخ بأن قصصا عديدة قد حلت به، ومنه خروج جيش علي بيك الكبير أمير إمارة الشيخان لمحاربة إمارة سوران، وبسبب عدم تكافؤ العدة والعدد انكسر جيش علي بيك الكبير وتم أسره. هذا القصر مرت بعدة مراحل. كان يعني القصر يتواجد الأمراء اليزيدية فيها، فكان الأب يسلم القصر إلى الابن، وآخر أمير كان هو هنا أمير الطائفة اليزيدية هو الأمير علي بك. علي بك كان
أحد أمراء اليزيدية، وكان له دور بارز يعني في المنطقة، فحيث دافع عن اليزيدية بكل الأشكال. توفت حاج علي تصادف أربعاء يعني ورع يعني تقريبا نهاية الطوافات باليزيدية. طوافة حاج علي مشهورة يعني باليزيدية كلها، مثل ما بالبداية اللقاء قلنا يعني قرية الأمير، قرية الأمارة، فاعتيادي كل القرى المجاورة من وجهاء ومن رجال الدين القرى المجاورة اليزيدية يجون على أمير، يعني باعتبار موجود الإمارة بها. زائدا اكو شيء يعني مختص بعذرهم هنا، يعني حتى احنا بالكردي نقول يعني طوافة حاج علي مشهور يعني نافو دنقا، يعني مشهورة جدا، خاصة أبراغة حاج علي، يعني الأكلة الشعبية أبراغة حاج علي، يعني لا يزال حتى بالأحكام والأمثال القرى اليزيدية من قديم الزمان يحكون أبراغة حاج علي، يعني قمة الأكل الفلكلوري مشهورة بها. اليزيدية بالرغم من قلة البنى التحتية الفكرية مالها، ولكنهم مؤمنين ومتمسكين بديانتهم بشكل عفوي، بشكل بدون تنظيم هم. شيء الحقيقة شيء واحد يفتخر به، انه الدين اليزيدي باقي محتفظ بمعتقداته القديمة، واللي تعود قسم منها الى الوقت السومري والوقت البابلية ووقت الاكاديين القدماء. استوطن الإنسان القديم بعد نزوله من الكهف ومعرفته للزراعة وتدجين الحيوانات بالقرب من العيون والينابيع كي تروي عطشه وتسقي مزارعه وحيواناته، وحرص على السكن بالقرب من حافات الجبال كي يحتمي بها أثناء الغارات والغزوات. لذا يعتبر الباحثون التاريخيون والآثاريون القرى الواقعة بالقرب من الينابيع والجبال من القرى التي سكنها الإنسان القديم، وباعدري واحدة من تلك القرى التي استوطنها الإنسان القديم. ويشق قرية باعدري نهر صغير يسمى في اللهجة العامية الروبار، كان وما زال من أهم معالمها الطبيعية، كان يستفاد منه للشرب ولسقي الحيوانات والمزروعات التي تشتهر بها المنطقة، وخاصة زراعة الرز التي لم تكن متوفرة غير في هذه القرية. وما زال اسم رز باعدري مشهورا ويضرب به المثل من حيث الشكل والطعم والنكهة، وكذلك زراعة المحاصيل الصيفية كالبطيخ والرقي والترعوز والخيار والطماطة. وتحيط الناحية عدة بساتين للزيتون والخوخ والتين، وكمنطقة قروية ورعوية تمتاز بتربية الحيوانات والمواشي والاستفادة منها، أما في إنتاج اللحوم والألبان والأصواف أو للنقل كوسيلة قديمة كانت شائعة في المنطقة. بالنسبة أعمال تزاولها أهل باعدرة، باعدرة لها مثل ما قلت بداية لها خصوصيات. يعني أهل باعدرة ببيت الإمارة بأربعينات القرن الماضي جت مدرسة ابتدائية لباعدرة، فأتهم يعني خريجين كافة الاختصاصات، يعني بداية المعلمين والموظفين. فأهل باعدرة القدماء، لأنه صار مجمع من 75 رحلوا سنجار أهل سنجار، أتهم قرية كاملة يعني موجودة هنا. أيضا بمقدار قرية يزيدية هويرية هم موجودين، هوية منطقة زاخو هم موجودين هنا، زائدا يعني من غير قراهم. هاي الظروف اللي صارت بالعراق من حرب الكويت وجاي، فالمجمع كبير يعني تجاوز 12,000 نسمة باعدرة. فباعدرة القدماء خلينا نقول الأهل القرية القدماء يعني أكثرتهم وظائف من معلمين إلى صحة إلى كافة مثل مهندسين. أتذكر يعني أيام اللي كنا طلاب بالثانوية وهاي بشيخان، يعني كان حصة الأسد من الشهادات الباعدرة. يعني إذا 40 طالب أو 50 طالب ثانوية شيخان قضاء شيخان يعني كان على الأقل من 10 الأوائل 5 باعدرة إذا مو أكثر، فلهم شهادات. خاصة قبل 91 تغير الوضع شوية، الحصار الاقتصادي
المنطقة صارت ضمن إقليم كردستان، فشوية يعني تغير الوضع. بس قبلها السبعينات والثمانينات أهل بعضرة كانوا دائما يعني مبدعين في هالمجال الدراسي يعني أكثر شيء. مع هذا عندهم مثلا زراعة اللي يعتمد على الزراعة، واللي يعتمد حتى على الأغنام، بس ما ذاك الأغنام اللي نقول يعني للتصدير وهاي، يعني الحاجة المعاشية الخاصة به يعني أكثر شيء. بس هسه اتطورت، بس المصدر المعيشي الأساسي نفس الشيء الزراعة، بقت الزراعة المصدر المعيشي الأساسي في قرية بعضرة. بس التركيبة الاجتماعية اتطورت، لأن هسه بعضرة كمجتمع صاير مجتمع متمدن أكثر من قبل، فبدت القرى والأطراف تهاجر على بعضرة وتستوطن بعضرة. فالتركيبة الاجتماعية اتغيرت. هسه عندنا مجموعة عشائر مستوطنة ببعضرة. طبيعي العشائر اليزيدية معروفة هي العشيرة الأكثر أو الأكثر استيطانا بالمنطقة، هي العشيرة الهكارية اللي ينتمي إليها بيت المير وبيت البير وأكثرية المتواجدين ببعضرة. عشيرة الحراقين عشيرة معروفة وعلى مستوى بين اليزيدية، هم لها تواجد مكثف في بعض المناطق ببعضرة. باقي العشائر أنا أقدر أقول لك من منطقة السنجار ومن منطقة جبل هكار اللي نسميهم الهويرية، وهم أكو عرف تاريخي آخر لهم إلا الهويركية اللي هم هسه عايشين بتركيا. بعدين بعضرة مرت بمراحل عديدة طبعا، قبل المسيح وقبل الميلاد وبعد الميلاد وبعد مجيء الشيخ عدي وإلى حد اليوم. قديما أكو زندخورة يسموها بالجبل قريب على بعضرة، بها هم مثل كهوف موجود بها آثار للمثرائية الديانة القديمة اللي حسب توفيق وهبي يقول أنه اليزيدية بقايا المثرائية. وفعلا أكو روابط عديدة بين اليزيدية والمثرائية لحد الآن. الغالبية العظمى من العادات والتقاليد اللي كانوا يقومون بها المثرائيين موجودة بين اليزيدية، من جماعية ومن ذبح الثور للشمس الإله مثرى، ومن الأعياد والطوافات والتقاليد الموجودة أغلبها تعود إلى الفترة المثرائية بالتاريخ. بعضها تطورت بمرور الزمن، وطبيعي وراء الأحداث سنة 90 الانتفاضة اللي صارت بشمال العراق، كردستان بدأت تنمي وتطور الإمكانيات الموجودة بالقرى والأطراف اللي تابعة لمحافظة دوك، لأن بعضرة بدأت تنتقل إداريا من محافظة نينوى إلى محافظة دوك نظرا للظروف اللي كانت سائدة بذاك الوقت، الخطوط الأمنية والهاية. بعضرة تغيرت المستوى المعيشي، بعضرة بدأ يتقلص الشغل الفلاحة إلى الإداريات والتوطين والموظفين والمسائل الأخرى اللي تكون أسهل كطريقة للمعيشة. فمن هاي الناحية بعضرة تغيرت شكلها الاجتماعي، من قرية تحولت إلى ناحية، والناحية بدأت تتطور. هسه أقدر أقول لك المستوى المعيشي للسكان بعضرة لسه فوق المتوسط. شهدت قرية بعضرة نهضة ثقافية وفنية متميزة استطاعت أن ترسم لها خارطة خاصة على المشهد الثقافي والفني في المنطقة، وأخذت بناصية الثقافة عاليا من خلال تأسيس المراكز الثقافية والفرق الفنية وإصدار المجلات والجرائد المختلفة التي تعبر عن أفكار وثقافة وتاريخ وتراث المنطقة. وتم تشكيل أول فرقة للمسرح بهذه القرية، واستطاعت هذه الفرقة أن تقدم وتعرض العديد من المسرحيات الهادفة والتي من شأنها النهوض بالواقع الاجتماعي والفني والثقافي في المنطقة. دبانجي ودي بس تاريخ بفقش كا عقلي في زانية كانجيا هيش أو عقلي وقت التلفزيون بهندري شو والله من الجانب الفني أهل بعضرة أكثر القرى اليزيدية مهتمين بالفن وخاصة بالفن المسرحي،
لدينا فرقة مسرحية أسست سنة 1997 وقدمت من خلالها عدة مسرحيات ناجحة حدود 9 مسرحيات. وكانت بداية كل المسرحيات كانت من تأليفي وإخراجي، والفنانين كلهم كان من بعضرة، وبمساندة بعض المثقفين أمثال فهمي بابي روجان وبير جهدار والشيخ سالم وعزيز شمو وجماعة آخرين كانوا يساندون فرقتنا، وظلت مستمرة لحد الآن. ومن خلالها قدمنا هاي ال9 المسرحيات، وعرضنا كافة المسرحيات في أكثرية المناطق، منها شيخان، مهات، إيسيان، باعضرة، بيبان، شيخكا، بوزان، القوش، دهوك، خانك، ختارة، سريجكا، دوغاتا، يعني كل المناطق لهم حصة في مسرحياتنا. مش متى قربان ناخذه ديك اخذي كيش بديت هنا ديك اخذي كيشي ما في عفرة الردر هي لنا يجي برا بنطلون بطلة شورت ديك انا شورت نايف الصوت مش قال ماذا اخا بيرا اخا بابو بيرا ناهيد بس انا قلت خذي تاكل كم ديك اخوهم دبرني ما الخرابي طوافين او انك كيش تسرح متي بابي من صباي تكما تبعيد الطواف وتجنوا وينا هرب ذبح ديكي هرب يلا اصنع هكا صبايا اصبر كي تسفر بامك يلا ها كي سيرك كخوارج الخير مدري. أعزائي المشاهدين، وبهذا ننهي جولتنا في قرية باعضرة، عسى أن تكونوا قد نالت رضاكم، وانتظرونا في حلقة أخرى وقرية جديدة من برنامجكم نافذة يزيدية.